أحد خريجي الاتحاد السوفيتي كان يوما يحلق في سماء الوطن، يقود مقاتلة السوخوي 22 ويؤمن لنا الأجواء. صديق الفنان زكي يافعي والذي كان سابقا عقيد مهندس جوي التقى به صدفة في شوارع مدينة عدن وهو على دراجته الهوائية المتهالكة وبمظهره المتواضع والبسيط. وسجل لنا الفنان هذا الفيديو موثقا خيبة البلاد التي تجسدت بهذا الطيار الذي خدم الوطن لكن الوطن خذله. زميلك بالسوخوي؟ لا انا كنت مهندس ارضي بعدين انتقلت مهندس على الانتينوس. طب انا تحولت على الانتينوس. تحولت على الانتينوس انت مع خالد ناصر ومع خالد والله يرحمه عبد الناصر. الله يعطيك العافيه. جات لها لك المروحه يا اخي ما دورت له عبد الناصر المروحه. ايوه لما شلت المروحه. اي خدمات اي عمرك انت؟ حبيبي انا كيف حصل تليفونك؟ مع التليفون؟ ها؟ وين احسك طيب؟ شفتم بلا هاتف وعند جدران المطار يستريح، ربما كان يتذكر ماضيه. هناك زكي يافع أرفق بالفيديو الذي قام بنشره على الفيسبوك وأرفق عليه كلام مؤثر جدا. قال رجل كان يخاطب العمليات المشتركة وسير بالطائرات بالجو ويطمئن وطنا بأكمله أن سماءنا صافية، لا يملك اليوم وسيلة يطمئن بها صديقا واحدا. تفاعل الكثيرون مع هذا الفيديو وهب آخرون لمساعدة العقيد رغبة في تكريمه، فهو نموذج لكثير من القادة العسكريين الجنوبيين